واش عمرك حسيتي انك خاصك تبقى ديما مشغول، ديما شاد شي فيديو، ديما كتسكرولي، ديما جالس مع الناس وديما كضحك؟ المهم ديما خص يكون واحد الصوت او واحد الحاجه اللي شاغلاك. ولكن اول ما كيسكت كلشي وكتبدا تحس براسك بوحدك، كيبدا داك الاحساس الغريب، داك الثقل، داك الفراغ، داك القلق والحزن اللي انت عارف منين جاي ولكن كتهرب منه. احيانا كما كنقولوا بالمغربيه كدير عين ميكا عليه. افكار اللي كتبدا تطلع ومشاعر اللي كتقرص كتبرز وكتجري وترجع تشغل راسك باي حاجه. بعض الناس كيظنوا انهم مرتاحين، ولكن الحقيقه انهم فقط كيتهربوا. والهروب ما كيكونش ديما واضح، مرات كيكون اننا نهربوا في التليفون بحال السوشيال ميديا، سكرولين، مكالمات واخا تكون مع والدينا وعائلتنا، ومرات في علاقات اللي كتكون اغلبيه ديالها علاقات اللي سامه وعلاقات اللي كتجرح، وبعض المرات في خروجات بكثره، وبعض المرات ايضا في الضحك. حيث الانسان او النفس البشريه بكل بساطه منين ما كتواجهش راسها او ما كتعودش تواجه راسها كيولي عندها خوف من مواجهه الذات. وهنا كيبدا يقلب الواحد على اي حاجه يسكت بها داك الصوت اللي داخله. ولكن المشكل انك تقدر تهرب من راسك ساعات، ايام، شهور وحتى سنين، ولكن من الداخل كتبقى نفس الجروح، نفس الفراغ، نفس القلق ونفس التعب. بل مع الوقت كيزيد داكشي يتراكم، وكل مره كتوقف فيها بوحدك كيبان كل شيء. كاين فرق كبير هنا بين انك كتحس براسك مرتاح وبين كتخدر راسك. الراحة كتخليك هادئ مطمئن، ولكن الهروب كيخليك محتاج ديما جرعة جديدة من الإلهاء، حتى كتولي كأنك مدمن على شي حاجة اللي سميتها الهروب. هروب من المشاعر، هروب من المواجهة، وأغلى مواجهة تقدر ديرها هي مواجهة الذات. حيت حياتك إلا ما لقيتيش شي حاجة دير في هاد الحياة كتقلق. احيانا ماشي بالضروري نديرو شي حاجه، ولكن الا كنا كنتقلقوا باننا ما كنديروش شي حاجه فكاين المشكل. المشكل ماشي في الملل، المشكل في داك الشيء اللي كتهرب منه. وبعض المرات الانسان كيكون هارب من شي حزن، سواء حزن قديم، سواء واحد الذنب اللي دارو في الماضي، سواء فراغ، سواء خوف، او حتى من راسو. كتلقاه عنده تصور غلط على راسو، ما كيحملش راسو في واحد الجوانب، او كيكره راسو في واحد الجوانب. وفي كل مره كيبان داك الجانب للناس كيزيد داك الشعور يتعمق ويتجدر. وداك الشيء علاش السكون او الجلوس في خلوه بوحدي كيخوف بزاف ديال الناس. حيت في هذه الخلوه ما كيبقى حتى صوت من غير صوتك انت ولا انت وصوت قلبك. ولكن هنا الحاجه اللي غريبه ان الراحه الحقيقيه كتبدا بالضبط من هنا، منين كتبدا تواجه راسك، ماشي كتهرب. منين كتبدا تقرب الله عز وجل، منين كتبدا تعترف الله عز وجل بالامور اللي درتي، وهو يكون عندك تصور على الله اللي صحيح، انه عارفك بالذنوب اللي درتي وراحمك وغافر لك. ولكن الشرط هو انك انت تغفر لراسك وتقرب من الله اكثر واكثر، وتسكت واحد شويه وتسمع لقلبك وتسمع الافكار اللي فيه وتسمع لدوك المشاعر اللي كتلقى فيها مشاعر اللي صحيحه ومشاعر اللي غلطه. في الاول الامر كيكون صعيب، ماشي صعيب عليك انت فقط، صعيب على اي واحد داز من هذه المرحله. حيت ولات تراكمات، ملي كتولي تراكمات كاننا بغينا نحيدو الجير ديال الاسنان عند الدونتيست. هنا ضروري كيكون واحد الالم كل ما تعطلنا على الدونتيست، وهذه قاعده من القاعدات. ولكن ماشي كون ان الشعور او هاد مواجهة الذات كتكون في الأول صعيبة أنها غتبقى ديما صعيبة. بالعكس، فهاد الضجيج وهاد الثقل وهاد الشعور الخايب كيبدا ينقص
شويه بشويه، كل ما نقصات التراكمات وكل ما كانت المواجهه مع الذات مواجهه اللي صادقه. وهنا ما كتوليش محتاج تهرب من راسك، ولكني كتولي تحب انك تواجه راسك، حيت لقيتي واحد الراحه وواحد الطمأنينة وواحد السعاده اللي ما عمرك لقيتيها طول الحياه او طول المده اللي كنتي كتهرب بها من راسك.